أهلا بيكم في المحاضرة الخامسة من كورس إعلانات ميتا للعقارات من ستيت إيديو. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن جاهزية المشروع والصفحة والسيلز قبل ما نصرف أي فلوس على أي إعلان. النهاردة بقى هنكمل خطوة مهمة جدا. أنا بكلم مين وبقول له إيه عشان يحس إن الإعلان ده ليه هو بس، لأن من أكبر غلطات الإعلانات العقارية إننا بنعامل كل العملاء كأنهم شخص واحد. نفس الإعلان، نفس الصورة، نفس الجملة، نفس كلمة فرصة مميزة، وبعدها بقى نستغرب إن الليدز مش مناسبة. الحقيقة بقى اللي عايزك تعرفها إن العميل العقاري مش نوع واحد، في عميل مهتم بالسكن، في عميل مهتم بالاستثمار، في عميل بيحب القسط، في عميل بيحب يستلم فوري، في عميل هاي تيكت، في عميل مغترب بيتابع من بره وبيبقى محتاج يطمن على كل صغيره وكبيره. انت بقى عشان تجيب ليدز كواليفايد لازم تفهم الشريحه قبل ما تكتب الاعلان. تعالى كده نفكها مع بعض بمنتهى البساطه. لازم تبقى عارف ان العميل العقاري مش نوع واحد. يعني ايه العميل العقاري مش نوع واحد؟ اهم حاجه تسال نفسك الاول، هو العميل ده عايز العقار ليه؟ هو عايز يسكن؟ فده بيفكر في الراحة، في الخدمات، في الأمان، في مدارس، في كليات، في حياة قريبة من الكومباوند. دي الرسالة اللي تناسبه. في واحد تاني عايز يستثمر، فده بيفكر في المنطقة، في الطلب، وهل بعد المرحلة الأولى ينفع يبيع ويكسب؟ ده بيفكر في المكسب والخسارة. عميل استثماري، في عميل ما بيفكرش إلا في القسط، فده بيفكر في المقدم، بيفكر في القسط، في مرونة السداد. رسالته مش زي السكني مش زي الاستثماري. في بقى عندنا عميل لا هو سكني ولا هو استثماري ولا هو بيدور على أنظمة سداد طويلة، لا، ده فئة أعلى، ده هاي تيكت. ده مش بيدور على الأرخص، مش بيدور على أنظمة سداد طويلة، ده بيدور على خصوصية، بيدور على مستوى عالي جدا، على راحة في التعامل. عايز يسمع كلمة حدائق، عايز يسمع كلمة خدمات مش موجودة في أي كومباوند تاني، في رسالة معينة هيوقف الإعلان عندها. يبقى ما ينفعش نخاطبه بنفس الرسالة. العميل بقى المغترب ده محتاج يطمن أكتر لأنه بياخد قرار من بعيد. يعني مش كل الناس داخلة تسأل نفس السؤال. واحد بيسأل هو أنا هعرف أعيش هنا؟ ده سكني. واحد بيقول هو أنا هعرف أدفع؟ ده عايز أنظمة قسط طويلة. وفي واحد بيقول هو المكان ده يليق بيا، وواحد بيقول هو انا اقدر اثق فيكم، هو انتوا كان عندكم مشاريع قبل كده وسلمتوها. يبقى مش كل الناس ليها نفس الرساله. لو بكلم بقى عميل يبقى هو نفس المشروع بس الرسائل مختلفه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل عميل كلمه من باب الوجع اللي عنده مش من باب مميزات المشروع اللي عندك. يعني ما تبداش تقول له مساحات، خدمات، لاندسكيب، موقع مميز. اسأل نفسك الأول هو خايف من إيه؟ عايز إيه؟ إيه اللي يخلّيه يقول ده مناسب بالنسبة لي؟ يعني عميل السكن ده مش بيشتري شقة بس، ده بيشتري حياة. هو بيفكّر إزاي؟ هو بيفكّر العيشة هتبقى مريحة، مراتي وولادي هيبقوا مبسوطين، في خدمات قريبة من الcompound، المكان أمان، المشاوير سهلة. يبقى الرسالة الإعلانية إنك تكلمه وتقول له دي مش شقة وخلاص، دي مكان لعيلتك تعيش فيه كل يوم. يبقى ما تكلموش عن الاستثمار، ما تكلموش عن العائد، كلموا عن الراحة، كلموا عن الأمان، كلموا عن الخدمات، كلموا إن المشاوير كلها هتبقى قريبة من الكومباوند. ده باختصار شديد. عميل بقى الاستثمار مش داخل يسأل هيعيش مرتاح ولا لأ، ولا مشاويري، ولا أسرتي، لأ، ده داخل يسأل هو قراري ده منطقي والّا لأ؟ الوحدة اللي هيشتريها دي ممكن تتأجر، ممكن تجيب له عائد، طب هاعرف أبيع بعد المرحلة الأولى، طب هاعرف أبيع بعد المشروع ما يطلع، طب المطوّر كويس، طب سمعة المشروع كويسة، طب ده توقيت مناسب والّا استنى شوية؟ عميل بقى التقسيط اللي بيدوّر عليك ده غالبًا عايز يشتري، بس واقف عند سؤال مهم جدًا لازم أنت اللي تجاوب له عليه، هاعرف أدفع والّا لأ؟ هو بيفكّر المقدّم كام؟ القسط هيضغط عليه والّا لأ؟ كل 3 شهور هيدفع قد إيه، كل سنة هيدفع نسبة قد إيه، مدة السداد المناسبة قد إيه، في مرونة والّا ما فيش مرونة، الموضوع ينفع والّا أكبر منّي. ده مجرّد ما تحط له المقدّم والقسط أو طريقة السداد في الرسالة الإعلانية،
ده أول واحد هيكلمك. في بقى عميل الفئة الأعلى، ده بقى مش بيدوّر على الأرخص، ده high ticket، ده بيدوّر المكان يليق بيّا وبأهلي والّا لأ، في خصوصية والّا لأ، التعامل محترم والّا لأ، المشروع زحمة والّا مش زحمة، هل المشروع ده يتناسب مع وظيفتي ومع أولادي ومع الfamily بتاعتي والّا لأ. ده بقى اوعى تستخدم معاه الحق العرض، فرصة العمر، أقوى خصم، ده هيسيبك على طول. ده سكته الخصوصية والمستوى. المغترب بقى ده أصعب واحد، ليه؟ لأن هو عايز دايمًا يتطمن، هو بعيد فمش شايف المشروع بعينه، دايمًا بيفكر أثق في مين؟ هاشوف التفاصيل إزاي؟ مين اللي هيتابع؟ في فيديو يوضح لي المشروع وتطورات المشروع والّا لأ؟ طب إزاي أحجز وأنا برّه؟ ده بقى تركّز معاه في الثقة، الوضوح، المتابعة، الفيديوهات، خطوات الحجز، الرد المنتظم. بلاش بقى الردود اللي تقلقه، ابعت واتساب، طب هتبعت الحجز إمتى؟ هيهرب منك. ده بقى بينقلنا على حاجة تانية خالص، في فرق ما بين البروشور وما بين الإعلان، فرق كبير جدًا. البروشور بيقول كل حاجة، كل التفاصيل، الموقع، المساحة، الخدمات، أنظمة السداد، المطور، لكن الإعلان ما ينفعش يقول كل ده مرة واحدة. لو الإعلان حاول يقول كل حاجة غالبًا العميل مش هيفتكر ولا حاجة. طب أنت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ عشان أقول لك إن الإعلان لازم يمسك زاوية واحدة بس ويوضحها، رغبة واحدة بس ويتّك عليها، مشكلة واحدة بس ويعالجها. طب ما تيجي نطبّق، يعني مثلًا بدل ما تقول compound متكامل بموقع مميز وخدمات متنوعة وأنظمة سداد مرنة وتسيب الموضوع مفتوح، اسأل نفسك أنا باكلم مين؟ لو باكلم عميل التقسيط يبقى هتبقى الزاوية إيه؟ يالّا بقى إحنا ذاكرنا مع بعض أهو ولفينا كتير، هتبقى الزاوية هي السداد. لو باكلم سكني، لو باكلم عيلة، هتبقى الزاوية إيه؟ هي الحياة اليومية. لو باكلم مستثمر، الزاوية إيه؟ يبقى باكلمه بالمنطق والمنطقة والعائد والطلب. يبقى أنت إيه اللي تخرج بيه من كل الكلام ده؟ إن الإعلان مش شنطة سفر بنحط فيها كل هدومنا. الإعلان رسالة واحدة وواضحة، تتكلم من زاوية واحدة وواضحة. شطارتك إنك تعرف أنت بتكلم مين قبل ما تكتب الإعلان. وده بقى ينقلنا لأخطر حاجة وهي العرض. العرض المناسب للشريحة المستهدفة. العرض الإعلاني مش معناه خصم وخلاص، العرض معناه إيه الحاجة اللي تخلي الشريحة تتحرك دلوقتي. عميل السكن يتحرك لما يحس إن المكان مناسب ليه ولأسرته. عميل التقسيط يتحرك لما يشوف طريقة دفع مناسبة ليه عشان يقدر يلتزم. يعني تبني العرض وانت بتكتب الرسالة الإعلانية على 3 أسئلة: الشريحة مين؟ مهتمة بإيه؟ وخايفة من إيه؟ طب لو هكتب الرسالة وابني العرض، تنصحني بفيديو ولا بتكست ولا بصور؟ في العقارات الفيديوهات بتشد العميل والشرايح أكتر من الصور والتكست. في إعلان العقارات الفيديو مش شكل حلو، مش موسيقى، مش لقطات درون، وفي الآخر العميل يطلع مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. يعني يساعد العميل يعرف الموقع فين، الوحدة شكلها إيه، المشروع مناسب والّا لأ. الفيديو الجميل مهم ما قلناش حاجة، بس الفيديو الواضح هو ده الأهم. ممكن تعمل فيديو والفيديو ده يبقى مكسر الدنيا، ترند، كل الناس تقول عليه حلو، بس هو بقى ما قالش للعميل هل ده المشروع مناسب ليك والّا لأ. يبقى باختصار عشان ما نطوّلش المحاضرة أكتر من كده، لازم قبل ما تكتب إعلان عقاري تسأل نفسك 5 أسئلة: أنهي شريحة أنا باكلمها؟ عايزة إيه؟ خايفة من إيه؟ العرض المناسب ليها إيه؟ والسيلز هيستقبلها إزاي؟ هيكلمها إزاي؟ المختصر إيه اللي تخرج بيه من المحاضرة دي؟ خلّي رسالة واضحة لشريحة واضحة، ما تكلمش كل العملا بنفس الرسالة. ليه؟ لإن هم مش داخلين بنفس الدافع. في المحاضرة الجاية برضه هناخد حاجة ما تقلّش أهمية عن اللي إحنا عرفناه في المحاضرة دي، ألا وهي مزاد ميتا. يعني ليه إعلان ممكن يكسب وهو مش أعلى ميزانية؟ ليه الرسالة والجمهور والcreative ممكن يفرقوا في أداء الحملة؟ مش كل اللي بيدفع أكتر هو اللي بيبقى رقم 1. ودي نقطة مهمة جدًا قبل ما ندخل مدير الإعلانات.